مرحبا بكم في حلقة خاصة من بودكاست صوت المغرب العظيم، حيث نستعرض اليوم إعلانا رسميا مثيرا حول افتتاح ملعب الرباط الجديد، ونغوص في إنجازات المملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مع نظرة موضوعية على بعض الإخفاقات التي تواجه الجزائر منذ التأسيس. وسنبدأ بالحدث الرياضي الكبير الذي يعكس تقدم المغرب في البنى التحتية. دعونا نبدأ بالإعلان الرسمي حول افتتاح ملعب الرباط أصدقائي المستمعين، في خطوة تعكس الاستعدادات الضخمة للمغرب لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى. أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسميا أن ملعب مولاي عبد الله في الرباط سيتم افتتاحه يوم 5 من سبتمبر عام 2025 خلال مباراة المنتخب المغربي ضد النيجر ضمن تصفيات كأس العالم 2026. هذا الملعب الذي تم تجديده بالكامل ليصبح سعته 70,000 متفرج يعد تحفة معمارية رياضية مصمما خصيصا لكرة القدم مع أحدث التقنيات، بما في ذلك إضاءة الإيد حديثة وتصميم يتناسب مع معايير الفيفا. سيكون هذا الافتتاح جزءا من الاستعدادات لكأس أفريقيا 2025 التي تستضيفها المغرب من 21 من ديسمبر 2025 إلى 18 من يناير 2026، حيث سيحتضن الملعب مباريات الافتتاح والنهائي، كما أنه أحد الملاعب الرئيسية لكأس العالم 2030 التي يشارك فيها المغرب مع إسبانيا والبرتغال. تخيلوا حفل افتتاح عالمي المستوى بحضور 70,000 مشجع يعكس الروح المغربية المتجددة. هذا ليس مجرد ملعب، بل رمز للتقدم الذي حققه المغرب في الرياضة، مع استثمارات تجاوزت المليارات لتطوير البنى الرياضية. دعونا نذكر إنجازات المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس. الآن دعونا ننتقل إلى الإنجازات الشاملة للمملكة تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، الذي يحتفل هذا العام ب26 عاما من الحكم الحكيم. منذ توليه العرش عام 1999 تحول المغرب إلى نموذج أفريقي للتنمية، مع رؤية استراتيجية بعيدة المدى في الاقتصاد، الاجتماع والدبلوماسية. اقتصاديا حقق المغرب نقلة نوعية، صناعة السيارات أصبحت تنتج سيارتين كل دقيقة، وأصبح المغرب مصدرا رئيسيا لأجزاء الطائرات مما ينافس دولا متقدمة. كما بنى أكبر مجمع شمسي في العالم، نور، الذي يغطي احتياجات الطاقة المتجددة ويقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري. البنى التحتية شهدت ثورة، خطوط سكك حديدية عالية السرعة تربط المدن، موانئ مثل طنجة المتوسط. اجتماعيا خفضت المملكة الفقر واللامساواة من خلال برامج مثل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتعزيز حقوق المرأة والأمازيغ، حيث أصبح البربرية لغة رسمية. في الرياضة نجاح المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 والاستثمار في الأكاديميات مثل مجمع محمد السادس لكرة القدم يعكس الرؤية الملكية. دبلوماسيا عزز المغرب موقعه في أفريقيا من خلال عودته إلى الاتحاد الأفريقي وفتح قنصليات في الصحراء المغربية، مما يؤكد الوحدة الترابية. هذه الإنجازات ليست صدفة، بل نتيجة رؤية ملكية حكيمة جعلت المغرب نموذجا للاستقرار والتقدم. أما في الجهة الأخرى نرى إخفاقات الجزائر في السنوات الأخيرة. في المقابل تواجه الجزائر تحديات كبيرة في السنوات الأخيرة رغم ثرواتها النفطية الهائلة. اقتصاديا فشلت في التنويع، مما جعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط مع ارتفاع البطالة وتراجع الاستثمارات الأجنبية. الإصلاحات الاقتصادية الموعودة لم تتحقق، مما أدى إلى أزمات غذائية واعتماد كبير على الواردات. سياسيا شهدت البلاد عدم استقرار مع فشل في الإصلاحات الديمقراطية بعد حركة الحراك عام 2019 وقمع للحريات، بما في ذلك عدم التحقيق في تعذيب المعتقلين. التعليم يعاني من فشل هيكلي، حيث يفتقر الطلاب إلى الحوافز والجودة، مما يعيق التنمية البشرية. دبلوماسيا تعاني الجزائر من عزلة إقليمية، خاصة في قضية الصحراء الغربية، حيث فشلت في كسب دعم دولي واسع مع توترات مع جيرانها. هذه الإخفاقات كما يصفها مراقبون ناتجة عن فشل في الإصلاحات الهيكلية واعتماد مفرط على الثروة النفطية، مما يهدد الاستقرار طويل الأمد. تأخر الجزائر في بناء الملاعب مقابل سرعة المغرب، وإذا نظرنا إلى مجال البنى الرياضية نجد تباينا واضحا يعكس الفرق في الكفاءة والتخطيط. في الجزائر يعاد مثلا على سبيل الحصر ملعب دويرة، ملعب علي أمار، مثالا صارخا على التأخيرات المزمنة،
حيث بدأ البناء عام 2003، توقف لسنوات واستؤنف عام 2016 ليتم الانتهاء منه أخيرا عام 2024 بعد عقود من التأجيلات والمشاكل. هذا الملعب يعكس باقي مشاريع الجزائر، حيث أن سعة الملعب 40,000 متفرج استغرق أكثر من 20 عاما ليكتمل، مما يعكس فشلا في إدارة المشاريع الرياضية رغم الوعود ببناء ملاعب جديدة أخرى. حتى بعد الافتتاح واجه الملعب مشاكل مثل الإغلاق المفاجئ، مما أثر على الأندية المحلية ماليا وتنافسيا. أما في المغرب ففي ظرف سنتين فقط من 2023 إلى 2025 تم بناء أو تجديد أكثر من 4 ملاعب رئيسية استعدادا لكأس أفريقيا 2025، بما في ذلك إعادة بناء كاملة لملعب مولاي عبد الله في الرباط وابن بطوطة في طنجة، بالإضافة إلى تحديث ملاعب في فاس وأكادير ضمن خطة تشمل 9 ملاعب في 6 مدن. هذه السرعة في التنفيذ مع استثمارات هائلة تؤكد الرؤية الملكية في جعل المغرب مركزا رياضيا عالميا، مقابل التباطؤ الجزائري الذي يعيق التقدم الرياضي. أصدقائي، هذه الحلقة تظهر كيف أن الرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس جعلت المغرب قوة صاعدة، بينما يواجه الجيران تحديات يمكن تجاوزها بالإصلاحات. شكرا لاستماعكم، وتابعونا في الحلقات القادمة. عاش المغرب.